وتعالوا النهارده نعمل قرع عسلي بطريقة سهلة وبسيطة. وأول حاجة هجيب القرع وأقطعه، دول 3 كيلو، هحط عليهم كوباية ونص سكر وهرش عليه قرفة وهسيبهم شوية لحد لما ينزلوا ميتهم. وأول لما ينزلوا ميتهم هبدأ أنقلهم في حلة، أنا مش هزود عليهم أي حاجة، بس هنغطي الحلة ونسيبهم يستووا وشوية ونديهم تقليبة ونتأكد إن هما استووا وإننا ممكن نهرسهم بسهولة. وبعدين نشيلهم من على النار وفي مصفى هنبدأ نصفي القرع من المية علشان المية دي اللي هنستعملها في الكريمة، فهنخليها على جنب لحد لما تتصفى تماما. وفي نفس الحلة هنبدأ نعمل الكريمة، وهي نفس فكرة البشاميل. أنا نزلت نص كوباية زبدة ومعاها نص كوباية دقيق، وأول لما شميت ريحة الدقيق بدأت أضيف اللبن لحد لما القوام يتقل، وبعد كده ببدأ أخففه بمية القرع اللي كنا سايبينها على جنب. وفي المرحلة دي ممكن تدوقوه وتشوفوا لو محتاجين سكر، وهنفضل نقلبه لحد لما قوامه يكون مناسب، وبعدين نشيله من على النار ونجيب القرع ونبدأ نهرسه. أنا ما بحبوش مهروس قوي، بس ممكن تختاروا القوام اللي تحبوه. وفي صينية أو طاجن بيدخل الفرن هضيف أول طبقة، وبعدين هضيف شوية مكسرات، ممكن تختاروا أي نوع مكسرات أنتوا بتحبوه، وبعدين هغطيه بالطبقة التانية، وبعدين هغطيها بالكريمة وارش الوش بسكر علشان يدي لون ويتكرمل. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة عالية، وبكده صينية القرع العسلي بقت جاهزة. أنا شخصيا ما بقدرش أقاوم ريحتها واستنى لحد لما تبرد علشان آكل منها، ده غير إن طعمها ملوش حل. جربوها وقولولي إيه رأيكم.